شايفه لون خضار الملوخيه دي اللي احنا مفرزينها مع بعض. ناس كتيره سالتني عليها. شايفه صينيه البطاطس اللي تفتح النفس بجد، خطيره. عامله لها شويه تتبيله فوق التحفه. وعملنا الملوخيه اللي احنا اتسالنا عليها كتير، هوريكي النهارده، هطلع كيس واعمله قدامك. وعملنا شويه رز فوق التحفه. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عملنا الملوخيه بالقوام والشكل ده ازاي. اول حاجه بنجيب الفراخ، انا نقعاها وغسلاها ومخليها زي الفل زي ما انت شايفاها بالشكل ده. بترفعي الجلد بتاعها، بتفتحي الورك زي ما انت شايفه كده بالظبط. بنكون محضرين بصلايه وطماطمايه وفلفل اسمر وملح، مش اكتر من كده. بتتبلي بقى الوراك او الفراخ بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي، بتخلي طعمها في حته تانية. حتى لو هتسلقي الفراخ ما تستغنيش عن الخطوه دي، بصلايه وطماطم وفلفل اسمر وملح، مش اكتر من كده. بتحيقي الفراخ كويس قوي بالخلطه دي، بتفرق معاكي قوي في الطعم. والشوربه بيبقى لها طعم مميز كده وطعمه فوق التحفه. بعد ما بتحيقي الفراخ بالخلطه دي، بتقفلي عليها الجلد تاني اكنك ما عملتيش اي حاجه. شايفه؟ حيقي فراخك زي ما انا بوريكي بالشكل ده. تبلنا الفراخ، ركناها على جنب. بتجهزي بقى البطاطس بتاعتك. انا مقشراها ونقعها في شويه ميه كده بالطماطم بتاعتها، باتنين من البصل. هنا بوريكي السمك بتاعها، ولا عايزاها تخين ولا عايزاها رفيع. خلاص بتكوني مجهزه شفشق الخلاط بتاعك. بتنزلي بنص كيلو من الطماطم، بتنزلي ببصلايه وسط، ولا هي كبيره ولا هي صغيره. اما بالنسبه للبهارات، بحط صويا صوص او جبس رمان، بيفرق قوي معاكي في الطعم. هننزل بفلفل اسمر 7 بهار، ملح، شطه، مكعب مرقه. مش هنزل باكتر من كده. تضربي لي الكلام ده كله بقى في الخلاط. شايفه؟ ما تنسيش فص الثوم، لنص معلقه ثوم صغيره. تضربي لي الكلام ده بقى وتروحي جايبه لي البطاطس بتاعتك. شايفه؟ صينيه البطاطس دي بتحتاج منك حوالي كيلو من البطاطس، وعلى حسب بقى الصينيه اللي انت هتعمليها. هنجيب بقيه التتبيله اللي احنا تبلنا بيها الوراك، هتنزلي بيها على طول على البطاطس. اما بالنسبه للبصله الكبيره، بقطعها جوليان زي ما انت شايفه كده. باخد نص البصلايه والنص التاني هنزل بيها على الفراخ. بتنزلي بنص التتبيله اللي هي بتاعه الطماطم والتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. هتقلبي البطاطس كويس قوي. بعد ما تسوي البطاطس بتاعتك بالشكل ده، هترصي بقى الوراك بتاعتك او الفراخ، اي حاجه لا تعملها لا بفراخ لا بوراك، اللي يريحك. شايفه؟ هترصيها بالشكل ده. وبقيت بقى البصلايه اللي احنا كنا سايبينها هتقطعيها فوق الفراخ. تاكلي احلى صينيه بطاطس، تشم ريحتها من اخر الدنيا. تقطعيها جوليان بالشكل ده. وبعد ما بنقطعها بالشكل ده، هتنزلي ببقيه كميه الطماطم. وبس كده هتسويها، تحطي على وشها معلقه سمنه. تاكلي احلى صينيه بطاطس. هتعمليها وهتدعي لي، انا واثقه من طعمها ومن جمالها. شايفه؟ هترفعيها على النار. انا بسويها مباشره على البوتاجاز من فوق، واخر 10 دقايق بتحطيها في الفرن. وبعد كده بتطفي من تحت وبتولعي لها على الشوايه من فوق عشان تاخد معاكي اللون الاحمر الجميل. وبس كده اهو رفعتها على النار. انا كنت سلقه برضو فراخ عشان كنت محتاجه شوربه. طبعا صينيه بطاطس بالفراخ لازما رز بشعريه. تعالوا بقى نعمل شويه احلى رز بشعريه. تنزلي بالشعريه بتاعتك بتحمريها، بتديها اللون الذهبي الفاتح، ما تغمقهاش. شايفه؟ هنا بوريكي اللون. تنزلي بكميه الرز بتاعتك، بكون غسلاه. لكل كوبايه رز مصري بيحتاج كوبايه ميه او شوربه. احنا بصراحه بنحبه بشوربه ومرقه. في اثناء ما انت بتقلبي الرز بالشكل ده، لو انت هتضيفي ميه حطي الملح والمرقه بتاعتك. لو انت هتضيفي شوربه ما تنزليش باي حاجه الا لما تضيفي الشوربه بتاعتك وتدوقي احياء الشوربه والرز. ضيفي بقى الملح المناسب ليكي. هنا انا دقت عايز شويه ملح قليلين خالص. ونزلنا بمكعب من المرقه كده. احنا ظبطنا حيقنا وظبطنا كل حاجه فيه. اول ما يغلي منك ويتشرب شوربته او ميته، توطي على النار وكده بقى معاكي احلى رز. شايفين صينيه البطاطس لسه بتغلي معانا. في التوقيت ده انا وطيت على الرز والبطاطس معايا على النار، وحاطه شوربه اعمل للملوخيه. لازم أن تكون الشوربه بتغلي. شايفه انا بوريك الرز قد ايه مفلفل، لسه ما طفيتش عليه، هو يا دوبك شرب الشوربه بتاعته. وطينا على النار وسيبناه. هنا انا حطيت شوربه تغلي، ولازم أن تكون معايا شوربه بتغلي.
طلعت كيس ملوخيه من اللي احنا مفرزينها مع بعض. شايفين لونه؟ ما تقلقيش، حتى لو غامق هو ده اللون بتاعه. هتلاقي الملوخيه دي خضره وتحفه وفي منتهى الجمال. هتكسريها قبل ما تنزلي على الكبه بتاعتك، ولازما تكون لسه طالعه من الفريزر على الكبه على طول. ما ينفعش تسيبيها تفك وتضربيها، هتزرق معاكي وهيبقى لونها وحش قوي. شايفه انا حطاها بالتلج بتاعها؟ شايفه التلج بتاعها؟ هو ده نجاح الملوخيه، وهو ده اللي هيديكي قوام وخضار للملوخيه. لو سبتيها فكت هتبقى سودا معاكي. شايفه؟ ممكن تفرزيها صح، بس تيجي تعمليها مش هتعمليها حلو. شايفين التلج بتاع الملوخيه؟ انا بوريكي هنا انا عاملاها بتلجها، هيبقى معاكي بالشكل ده. شايفه؟ واهم حاجه يكون معاكي الشوربه بتغلى. تنزلي بنص معلقه من الثوم وربع معلقه صغيره من السكر، ما تستغنيش عن الخطوه دي. هنا الرز بتاعي كان خلاص استوى، هطفي عليه. اما الفراخ برضو استوت، شايفين شكلها خلاص استوت. هدخلها الفرن زي ما انا قلت لك 10 دقايق من تحت و10 دقايق من فوق لحد ما تاخد اللون الاحمر الجميل بتاعها. هنا بقى هتنزلي الشوربه، قصدي الملوخيه، على طول على الشوربه، وهوريكي قوامها وجمالها. شايفين؟ اكنها لسه فريش جايباها. نعمل لها الطشه الجميله بتاعتها. بالنسبه للطشه بتاعت الملوخيه الخضراء، الملوخيه الخضراء قبل ما تخش على الحمار بتاعها بتنزلي بمعلقه من الكزبره الناشفه. شايفين بقى اللون والخضار والقوام؟ بذمتكم حد يقول ان دي ملوخيه مفرزينها في الفريزر؟ ولا صينيه البطاطس بقى اللي تخش جوه القلب دي تحفه. عملنا شويه بتنجان والرز المفلفل الجميل ده. شايفين؟ والله العظيم شويه ملوخيه كان طعمهم سكر. شايفه اللون وشايفه قوام الملوخيه؟ اعملي الملوخيه بطريقتي دي وانت هتدعيلي. ويا رب يكون الفيديو عجبك والاكل كمان عجبكم.